اهلا بيكم في عائله مارو. بنرحب بيكم، وحشتونا. يا ريت تدعمونا بلايك واشتراك في القناه. النهارده هنعمل قراقيش بالعجوه وقراقيش ساده. معايا النهارده كميه دقيق 2 كيلو ونص، وهنا اللي معايا كيلو وربع من السمنه خليط على زيت، وكوبايتين كبار ميه دافيه، وسمسم وانا محمصاه، وهنا بيكنج باودر والخميره والملح والسكر، وهنا هنعمل الحشو بالعجوه. هنبتدي بقى اول حاجه نحط على الخليط اللي هو الدقيق، هنحط كل المكونات ديت الجافه معايا، وبعد كده هبتدي ان انا احط السمسم اللي انا محمصاه، وابتدي اقلب كل المكونات بايدي دلوقتي، كل المكونات الجافه اللي معايا. وبعد كده هبتدي بقى احط الكيلو وربع انا خلطاهم سمنه على زيت. هبتدي بعد كده اقيس الكميه. انا هعمل ايه القراقيش معايا هتبقى ناعمه شويه. هبتدي الاول اشوف كميه السمنه، وبعدين احط ايه المكونات الباقيه. انا دلوقتي بسيت كميه الدقيق مع السمنه مع المكونات الجافه كلها، الخميره والبيكنج باودر والملح والسكر، وحطيت عليهم السمسم. هبتدي بقى انا كده بسيت كله بالسمنه. هبتدي بقى احط كميه الميه اللي هبتدي اعجن بيها. نحط واحده واحده عشان ما تعجنش مني. وانا دلوقتي في كميه السمنه برضو ما حطيتش كيلو وربع، انا فضل معايا بتاع ربع كيلو، وسبتها لقيت السمنه دي معايا تشرب السمنه وحنين في ايدي كده، قلت يبقى خلاص السمنه شربت والزيت في الدقيق، فهي مش محتاجه تاني كده، هتبقى ناعمه ومظبوطه. هبتدي بقى ان انا تاني اكمل برضو العجن الكميه، ولازم الميه تكون داخله في جميع العجينه كلها. طبعا اللي عنده عجان بيبقى مريح معاه شويه. انا هبتدي واحده واحده احط الميه ونرجع لكم تاني لغايه لما نعجن. انا دلوقتي خليت العجينه تريح معايا لمده نص ساعه. هبتدي بقى اشتغل بيها. انا هبتدي اعمل اشكال على حسب الشكل اللي انت عايزه. انا عندي دلوقتي الشكل ده، هبتدي ان انا اجهزه واطلعه. الشكل التاني برضو. بعد كده هعمل الشكل القلب. عندي كذا شكل هبتدي اشتغل بيه. عندي الشكل ده مختلف، ده هعمل كده سادة، وهعمل قراقيش برضو طويلة، وقراقيش سادة، وقراقيش محشية. في شكل تاني هبتدي اخلص كل الكمية وارجع لكم تاني. وده شكل تاني برضو من الاشكال. ده الفنجان صغير، نبتدي برضو نعمل دواير كأنها بسكوتة مدورة فيها العجوة بتاعتها، والباقي اللي بيبقى من هنا من جزء مدوت من العجينة بنكونه تاني وبنشتغل بيه كده. شوفوا الشكل دوت. في عندنا الشكل دوت برضو صغير. عندنا شكل تاني الشكل ده حجم اكبر شوية. عندنا برضو الشكل ده باشكال تانية مختلفة، بشكل قلب ومثلث ودايرة، بالاشكال اللي موجودة عندنا. فاحنا بنشكل العجينة على حسب ما انتي ستك عايزة، وبالشكل اللي هي بتحبه وبتفتح له. وجزء هيبقى سادة برضو. نخلص الكمية ونرجع لكم تاني.
دلوقتي ده الشكل النهائي للمعجنات بتاعتي، القراقيش بالاشكال بتاعتها. عملت كذا شكل. ما شاء الله عامل كمية حلوة. دلوقتي هنغطي الكمية بتاعتنا بقماشة وهنسيبها لمدة نص ساعة تكون خمرت تمام، وبعد كده نبتدي نشغل الفرن ونسوي. نشوفكم بقى بعد التسوية. دلوقتي الشكل النهائي للقراقيش بعد ما خمرت معايا، وادي الشكل بتاعي. هبتدي اسوي بقى. يلا نبتدي التسوية يا جماعة. التسوية بص الشكل والجمال، تسوية 100 هنا برضو شكل القلوب، تسوية معايا مظبوطة تمام التمام. نكمل باقي التسوية. وده الشكل النهائي للتسوية. بصوا يا جماعة الحاجة من فوق ومن تحت التسوية مظبوطة. هنا الحاجة مظبوطة والحمد لله كله تمام. يا رب الوصفة تكون عجباكم. هي اشكال كتيرة، السادة والمحشية. ممكن بقى تحشوها بالجبن، ممكن تحشوها بالزيتون، في اشكال بقى القلب وفي المثلث وفي المربع على حسب اولادي ما عاملينها معايا. وفي هنا الاشكال الصغيرة. ويا رب الوصفة تكون خفيفة عليكم وتعجبكم، ومع السلامة.